السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أستعجب وأستغرب من أناس نقول لهم استغفروا كثيرا، فيخرج أحدهم ويقول لي: يا أبو أحمد، أنتم بتتكلموا أو بتحكوا مثل الببغاوات، بترددوا ترديد. لماذا؟ قال: لأننا نقول يجب أن تشلحوا السقطات والذنوب، وأن لا تنظروا أو تتفرجوا على الأفلام الإباحية. نعم، دار نقاش بيني وبينه، ويتهمنا بالكذابين والببغاوات إذا كنا ننصحه أن يستغفر كثيرا وأن يترك الأفلام الإباحية. هو يقول أنه يريد أن يستغفر كثيرا، ولكن يقول: أعطيني دليل يا أبو أحمد أن الأفلام الإباحية حرام. ممكن بالأفلام الإباحية أنت تتفرج على فيلم إباحي والعياذ بالله أنه الأرض تبلعك بإذن الله تعالى. ممكن يصير زلزال لو كان 5 ثواني، ما بتعرف وين بدك تهرب على الشوارع، والرجال والنسوان يلطيف والعياذ بالله بولولوا بصيحوا. نعم، والأطفال بيرتعبوا بخافوا. نعم، الأفلام الإباحية ممكن رب العالمين تضربك سيارة مثلا. نعم، بدك دليل؟ نعم، الدليل اللي بتروح كل حسناته عم بنتهك، يعني إذا خلى ينتهك محارم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الدليل. نعم، تريد دليل أن الأفلام الإباحية يعني إنه في إثبات إنه محرم. يعني معقول إنه فيلم إباحي مثلا يكون حلال؟ يعني ما هذا الذي أسمعه منك أصلحك الله، وتقول أننا نكذب وأننا نردد كالببغاوات لأننا ننصحك بترك الأفلام الإباحية والعياذ بالله، ترك النظر إلى النساء. صدقوني أنني لا أستطيع أن أنظر إلى النساء أبدا بعد الاستغفار الكثير وقراءة سورة البقرة والتقرب إلى الله. لا تحتاج إلى فتوى. مثلا بدك تأخذ من البنك بالربا أو يعني بالحرام، معقول مثلا تسأل شيخ؟ ما بده سؤال للشيخ، شيء معروف، يعني هذا من المسلمات والمعروف. مثلا بدك تنظر لامرأة، بدك تسأل الشيخ إنه بصير أنظر لمرأة إلا ما بصير أنظر إليه؟ أي شيء حرام. بدك تسرق، بدك تسأل الشيخ بصير أسرق إلا ما بصير أسرق؟ بدك تحكي نميمة وغيبة، بدك تسأل الشيخ؟ ما بدها سؤال يا أخي، هذا كله شيء معروف. يعني أنت عملت مثل هذا الشخص الذي يريد أن يسأل، بده يأخذ قرض ربوي، بده يسأل شيخ. ما في داعي تسأل شيخ، القرض الربوي حرام يعني. والله ما بوفقك طول عمرك، طول عمرك بتعيش فقير وبتعيش معذب وبتعيش معتر كما يقولون عنا في سوريا. فلماذا هذا النقاش وتتهمني بالكذب؟ يعني أنت بدك تستغفر كثير بس ما بتحسن بلا ترك الأفلام الإباحية. الله يصلحك. طيب ليش ما بتحسن بلا ترك الأفلام الإباحية؟ رب العالمين سمح للزوج، يعني للرجل، أن يتزوج 4 نساء. يا أخي تزوج 4 نساء ولا تتفرج على الأفلام الإباحية. لماذا تريد أو تحب أن تشوف أفلام إباحية أصلحك الله، وتريد إثبات أو دليل قاطع أنه الفرج على الأفلام الإباحية حرام؟ ما بدها دليل يا أخي، معروفة. مهما استغفرت كالكيس المثقوب، تضع الحسنات فيه تذهب من الثقب الذي في الكيس وتأتيك السيئات بدلا عنها. ما هذه الأسئلة وما هذا النقاش يا أخي؟ أصلحك الله، أنصحك أن لا تتفرج على الأفلام الإباحية، لأن الأرض ممكن تبلعك بإذن الله، لأنه ممكن يصير زلازل، ممكن يصير حروب وما بترتاح بحياتك، بتصير أخلاق زوجتك سيئة، تربية أولادك بتصير صعبة جدا عليك. نعم، عليك إذن بالاستغفار دائما وأبدا. ونحن لسنا كالببغاوات، بل ننصحك لوجه الله سبحانه وتعالى، ونبلغ آية كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنا ثواب عظيم في تبليغ الآية. إذن يجب أن تتوقف عن هذه المهزلة وتقول: يا أبو أحمد، أريد إثبات أنني كيف حرام أن أتفرج على الأفلام الإباحية.